ايفون 13 برو ماكس بعد استخدام اكتر من 9 شهور، هل يستحق الشراء ولا تفكس له؟ فعلى السريع يلا بينا ندخل في الفيديو. خلينا نبدأ بأول حاجة وهي التصميم. تصميم الموبايل ده لا يقل عن الايفون 14 برو ماكس في حاجة، هو نفس الشكل من اول ايفون 11، نفس الشكل، 3 كاميرات ونفس لوجو ابل ونفس الخامات المستخدمة ونفس كل حاجة، الا انه في ال 14 برو ماكس بس كبروا حجم الكاميرات بقت اكبر شوية، ولكن فرق مش ملحوظ. وتعال اكلمك على الخامات اللي خرافية. انت عندك هنا فريم من الستانلس ستيل وظهر من الازاز المتصنفر. اساسا عايز اطلع موبايل، بص يا صاحبي، عايز اطلعه من الكفر كده، والله حاطط الكفر فيه يعني عشان يحميه. انا لولا كده انا كان زماني بستخدم الموبايل ده من غير كفر. خامات هنا خرافيه، وانت هات الموبايل استخدمه وحس بالخامات وامسكه من غير جراب عادي، انت دافع فلوس فاهم، فما تحموش كده وتركب عدسات بقى وشغل الكلام ده، ما تافورش. وبالذات اللون الذهبي اللي معايا ده، الفريم بيديك احساس كده بالمجوهرات وانك ماسك حاجه فخمه، على عكس الالوان الباقيه زي الازرق مثلا، الابيض والكلام ده، تحس انه موبايل عادي، ولكن ده بتحس انك ماسك حاجه قيمه كده. والتصميم هنا سواء اختلفت او اتفقت معايا، تصميم كخامات وكشكل وككل حاجه مميز في الشكل وخامات خرافيه. تعالوا نتكلم على الشاشه. عندك شاشه هنا من احلى ما يكون، بس في التصميم بتاع الشاشه فيه عيب. الفدان ده هو العيب الوحيد. الفدان ده ويسمى النوتش اللي غيروه في سلسله ال14 وعملوا دايناميك ايلاند. خلاص النوتش راحت يا صاحبي، هي دايناميك ايلاند دايناميك ايلاند اهو انتهى صح اخيرا. المهم النوتش دي عقيمه، وحتى بعد ما صغروها واخده قطع من الشاشه كده، انت بتتفرج على صوره بتعمل زوم تلاقي راس الشخص متاكله كده فاهم، بتعيق تجربه الاستخدام شويه، ولكن دي السبب لان دافنين هنا سنسورات الفيس اي دي اللي هو احسن من البصمات بتاعه الاندرويد واحسن من كل حاجه. ولا مره في تجربه ال9 شهور ولا مره غلط معايا، كل مره بفتحه بيفتح في اقل من الثانيه بلاقي الموبايل فتح. مجرد ان انا ابص في الموبايل كده وافتح من تحت كده، ثانية إلا ثانية الموبايل فتح. إنما البصمات أنت مثلا إيدك فيها شوية مية في الموبايلات الأندرويد تفتح، مش هتفتح معاك. ده حل أسهل بكتير وحل يعتمد عليه أكتر من البصمة. واللي مصنع الشاشة دي شركة سامسونج، مصنعها طبعا الآيفون أكيد يعني سامسونج، لأنها هي أفضل شركة بتصنع شاشات في العالم. وبعد الشاشة عشان نكمل تجربة الفرجة، الصوت. صوت الموبايل ده ستيريو من السماعه اللي فوق والسماعه اللي تحت، وصوت الموبايل ده حرفيا خرافي. انت مثلا بتسمع فيديو ومعلي الفيديو على الاخر، هتحس الصوت جاي من هنا ومن هنا، لو في شخصين بيتكلموا هتحس كل صوت منفصل عن الثاني فاهم، فانت مش هتحس ان انا بكلمك بيه غير لما تجرب وتمسك الموبايل في ايدك. وانا عملت اصلا فيديو ريفيو للموبايل، فعمل الفيديو ده ليه؟ فيديو التجربه بعد 9 شهور، واستنيت 9 شهور كاملين اجرب فيهم الموبايل عشان اقول لك العيوب والمميزات اللي ظهرت معايا. انا لو ما جربتش الموبايل الفتره دي مش كنت هقدر اقول لك التجربه اللي انا بكلمك فيها دلوقتي. بعد ما اتكلمنا عن الصوت نتكلم عن الكاميرا. والثلاث كاميرات هنا، انت عندك 3 كاميرات كل كاميرا منهم 12 ميجا بكسل، وعلى عكس الاندرويد اللي بنسمع 108 وارقام فلكيه، وفي الاخر ال3 كاميرات دول اللي كل كاميرا منهم هي 12 ميجا بكسل بيتغلبوا عليها، وبسبب معالجه الصوره. انت هنا بتتك على الصوره، انت عارف الصوره طالعه ازاي من قبل ما تاخدها، دي حاجه كده خلينا متفقين عليها اصلا فاهم. انا خدت بالموبايل ده في خلال ال9 شهور شويه صور كتير واختبرته في ظروف مختلفه، فتعالوا نتكلم على تجربه الصور بالموبايل. الصوره اللي قدامكم دي صوره بورتريه 3 اكس. ال 3 اكس في البورتريه هنا في الايفون، العدسه 3 اكس دي اصلا 77 مللي، فبتحاكي الطبيعه وبتحاكي الوجه، او ما تحسش وشك عريض طويل فاهم، تلاقي وشك طبيعي جدا. وبعيدا بقى على البورتريه، في الصور العاديه بتاخدها صوره مليانه تفاصيل، كل ده بسبب المعالجه زي ما قلت لك، وبتلاقي الدايناميك رينج والالوان في الصوره كل حاجه مظبوطه بالملي.
ولا زايده ولا قليله. الايفون بيحاول يطلع الالوان الحقيقيه، مش بيبالغ في الالوان زي الموبايلات الاندرويد. شفت بقى كلام الصورة ده كله؟ اركن. لما نيجي نتكلم على الفيديو، الايفون هنا يصور احلى فيديو ممكن تشوفه من الموبايل في حياتك، ولا اي اندرويد في الدنيا ما يجيش جنب الايفون في الفيديوهات اصلا. ليه بقى الايفون ما يقارنش مع اي حد تاني في الفيديو؟ ما تفهمش، والله ما تفهم. الايفون لوحده كده بتحسه في الفيديوهات تقارنه بالكاميرا على طول، يعني تقارن الايفون في الفيديوهات بالكاميرا. وده السبب اللي خلاني اجيبه اصلا، ان انا بصور بيه فيديوهات لليوتيوب وكده، فمحتاج موبايل انزل عليه الفيديوهات واصور بيه الفيديوهات ومنتج بيه الفيديوهات ويلم لي كل الكلام ده. فهو الايفون 13 برو ماكس. واي ايفون عامه بيصور فيديو خرافي. لو جبت ايفون 7 بلس هيديك فيديو احلى من اي اندرويد. كاميرات هنا كامله متكامله. لو انت جايب الموبايل ده تصوير او بتصور صور فوتوغرافيه او انت فوتوغرافر اصلا، فالموبايل ده هينفعك جدا. لو انت زي حالاتي بتصور فيديوهات يوتيوب ومش عايز تجيب كاميرا وتجيب بي سي عشان تمنتج والكلام ده كله، فالايفون هيغنيك عن كل الكلام ده والله. فتعالوا نتكلم على البطاريه، واللي هي مضايقاني شويه، مضايقاني حتى في الماكس. الموبايل اللي معايا ده 13 برو ماكس بياخد 12 ساعه سكرين اون تايم، والبطاريه اللي معايا حاليا الباتري هيلث نزلت بقت 96%، فبيديني 11 ساعه سكرين اون تايم. فانا مش مرضي بصراحه بال 11 ساعه، لان انا شغلي بيتطلب انه يقعد اكتر من كده، ان انا بمنتج والكلام ده كله، ف 11 ساعه دي مش هتكفيني اصلا، فلازم اشحنه مرتين او ثلاثه بصراحه. ولكن لو تفتكروا في الفيديو الاولاني لما الموبايل كانت بطاريته لسه 100% وكان لسه جديد، الموبايل كان بيديني 16 ساعه سكرين اون تايم. انت بتتكلم في ايه؟ موبايل بيديك 16 ساعه سكرين اون تايم، بس انا الصراحه ما كنتش بضغط عليه زي دلوقتي. دلوقتي بضغط عليه جامد جدا في المونتاج والتصوير وكل الكلام ده، فهو يعني انه مستحملني ده كتير بصراحه على الشغل اللي انا بعمله عليه اصلا. فتعالوا نتكلم على الاداء. والاداء هنا لما اكلمك حته الاداء ونتكلم في ابل، انت بتتكلم في موبايل مستقر لابعد الحدود. عندك هنا معالج ال A15 بايونيك. A15 بايونيك مفيش حاجه تقف قدامه. لو معاك فيديو 4K 60 فريم في الثانيه بترندره، هيرندر لك الفيديو في 10 دقائق، الفيديو هيبقى جاهز. A15 بايونيك انا بكلمك، ما بالك ال A16 بايونيك اللي في الايفون 14، بس بيقولوا احلى منه بنسبه 20%، فما اعتقدش انه هيكون فرق كبير يعني. ولكن كأداء هنا تتصفح، بتجري بالتطبيقات، بتلاقي تطبيقات سايحة معاك بتروح وبتيجي، إحساس خرافي. اي او اس مساعدك، واي او اس مساعدك مع في تناغم كده في الاستخدام، مش هتحسه غير لما تجربه بصراحة. ايه انا لاحظت بعد الاستخدام في الخامات، عندك هنا الفريم بيتخدش، الفريم الستانلس ستيل بيتخدش. ويا ريت في الايفون 15 زي ما بنسمع في التسريبات يجي الفريم ده من التيتانيوم زي الابل واتش الترا. يا ريت يجي من التيتانيوم لانه هيكون اقوى واخف كمان، فالموبايل مش هيكون جاي ربع كيلو زي ما ايدي بتموتني انا وبستخدمه. واكبر عيب بالنسبه لي في الموبايل سرعه الشحن. الموبايل هنا بيشحن ب 20 واط، الموبايل بيشحن في ساعتين الا تلت. صباح الفل، ساعتين الا تلت عشان يشحن من 0 ل 100%. حرام. انا بسمع دلوقتي ارقام في الاندرويد، موبايل بيشحن في نص ساعه، موبايل بيشحن في ساعه الا تلت، ساعتين الا تلت. ليه؟ مازال عيب في الايفون عامه هو سرعه الشحن، وحتى في الفورتين ما اتغيرتش. اتمنى في الفورتين تكون مثلا 30 واط حتى. في عيب مضايقني بصراحه، جوده العدسه هنا بتشبر، وتلاقي العدسه بتلم تراب حوالين الفريم المعدني ده، بتلم تراب، يعني تراب صغير كده، ولما بتيجي تمسحه بيفضل شويه تراب برضه، فبتحس ان العدسه مخدوشه. بحس ان دي خدوش في العدسه. طيب من ايه؟ الموبايل وقع مني مثلا؟ مفيش. للي بيقول الايفون مش بيلاج ومش بيعلق، لا، الايفون بيعلق، وحصلت معايا كذا مره. يعني كنت مثلا بمنتج فيديو وطلعت من كاب كات مثلا بعد ما خلصت المونتاج وبتاع، طلعت من كاب كات بشوف حاجه تانية، دخلت على الفيسبوك. انا بخرج من الفيسبوك بطلع كام اهو نوتيفيكيشن، بحس ان 120 هرتز موجوده هنا بتقطع شويه، بس ده لما بكون بتقل عليه. يعني مثلا فيديو 4K بصوره بيعلق في الموبايل كده. خدها معلومه اللي يقول لك الايفون مش بيلاج، يعني لا، الايفون بيلاج زي اي موبايل عادي يعني. وتاني اكبر عيب هو السخونه. الموبايل ده بيسخن. انا وبمنتج الموبايل
بيسخن بطريقه رهيبه، بحس ان انا عايز ارمي الموبايل واسيبه، بس مش عارف ليه للدرجه دي الموبايل بيسخن كده يعني. سخونيه رهيبه بصراحه. فيا ريت يعني الاجيال اللي جايه زي الايفون 15 مثلا ينزل بتبريد في المعالج مثلا، يهدي الموبايل من السخونه شويه. يسخن ماشي، يدفى شويه، بس مش بالسخونه الخرافيه الموجوده هنا. وبس كده كده اقدر اقول لك ان الايفون 13 برو ماكس موبايل خرافي جدا، ولكن هتقدر تتغاضى عن العيوب الموجوده في الموبايل، فهو موبايل كامل متكامل بالنسبه لك. فبس كده، لو انت وصلت للدقيقه دي في الفيديو فانت كده تعتبر اخويا وحبيبي، وانزل اعمل لي كومنت واعمل لايك، ولو ما كنتش مشترك في القناه انزل اعمل سبسكرايب وبعد نشوف كل الفيديوهات الجديده اول باول. و سلام.